السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى في قناة مصطفى جيمك. تاني حلقة إن شاء الله في ماينكرافت. أول حلقة عملنا البيت الجميل ده وجبنا الدروع وجبنا حاجات أساسية بتاعت ماينكرافت. عملنا سرير وشفنا المكان الجميل ده. قلنا نقف في الحتة دي ونقول ان ممكن نكون بيتنا ان شاء الله مستقبلي هيكون في المكان ده. وان شاء الله نبدأ الحلقة ومتنسوش المشاهدة والاعجاب. يلا بسم الله. نبدأ الحلقة اهو. يلا بسم الله ندخل البيت. انا حاليا وقفنا في الحتة دي، جمعنا الحاجات دي. معلش البتاعة دي. جمعنا الحاجات دي، جمعنا 13 نحاس وعملنا اكل. انا نسيت في الحلقة اللي فاتت ان انا اسخن الاكل عشان ناكل، فنعملها دلوقتي. مش تخافوا، كده كده هنعملها. ومعلش الحلقة اللي فاتت نسيت احط التعليقات عشان تكتبوا. المرة دي ان شاء الله احط باسم الواحد الاحد، هحاول احط لو عرفت. والله العظيم ممكن مش هعرف للأسف، بس هحاول قدر المستطاع ان انا احط التعليقات تكتبولي اعمل ايه وكده. ان شاء الله تفيدوني وتفيد الكل. نحط الفحم كده زي ما انتم شايفين عشان يستوي الاكل. وصراحة ببدأ الحلقة، واقف هنا عشان أبدأ الحلقة. فلقيت كل شوية لقيت كريبر حوالينا، يعني المكان ده مليان كريبر. كريبر ده اللي مش عارفه، حيوان بيفرقع ويدمر يدمر الأرض اللي أنا فيها. بس مش فرقعة قوية، بس ممكن تموت لو أنا مش عندي قلوب كاملة. ففي حفر كتيرة جدا. اللي أنا عرفته برضو إن ده كله كهوف في ايرون. واو، ورب الكعبة ما كنت عارف إن في ايرون هنا. كويس، هنستخدمه ونعمل فيه دروع وحاجات جميلة. ممكن نجيبه دلوقتي. بسم الله. ننزل بالراحة. أول تأكدوا إن مش أول مرة استخدمه. يالي هو الصور دي يبقى كده أول مرة استخدمه. مشكلة الحفر دي مفهموش زي الكريبر بيفرقعوا، يعني بالنسبة لي من أوحش أو من أخطر الوحوش اللي في اللعبة. وفي حاجات كتيرة جدا. اللي عارفين اللعبة كده هيكونوا عارفينها، اللي هو السكيلتون والسبايدر والزومبي والكريبر. قلنا دي الحاجات اللي موجودة في الحياة احنا عشان دي الحياة واقعية، فاهم؟ لسه هيكون في الاندر والحاجات الكتيرة دي كلها لسه مفصلة المستقبل ده. فنركز دلوقتي في الحلقة. احنا كده الحمد لله حطينا عن أكل جميل متوفر. نحط هنا اللحم ده، في الحمام مش هستخدمش، مهم يخلينا معايا اللحم ده. ده لحم تقريبا بتاع خرفان، خليه معانا. ده خليه هنا. العاصي، حاجات اللي مش ليها لازمة حتى الآن هخليها الصراحة، مش هحتاجها يعني. هنحتاج بلوكات عشان لو عايزين حاجة في حاجة، وخلي ده عشان لو ضاع ولا حاجة. اوكي. الصراحة بدأ الحلقة بصراحة ومش عارف اعمل ايه. هنحاول تكون حلقة ممتازة ليكم. يلا بينا نروح نكسر التولز اللي معايا او الادوات اللي هستخدمها. اوكي، ان شاء الله ممكن الحلقة الجاية باسم الواحد الاحد هيكون بناء البيت بشكل رسمي.
انا الصراحة اشوف التعليقات هتقول ايه. حابين ده سؤال الحلقة صراحة في دماغي. حابين نسكن في المكان ده جبلي بس كلها زرع ما شاء الله كده، ولا عايزين نسكن قدام بحر، ولا عايزين نسكن في الصحراء مثلا؟ بس الصحراء وحشة جدا عشان بيتغصبن فيها الوحوش كتير جدا، بتتغصبنها كتير جدا. الحاجات دي ممكن تتغصبن برضه بس قليل، أو مش قليل، أو مش نادرة، لا قليل. إما الصحراء بترسبن كتير جدا الحيوانات، الوحوش يعني. نبدأ الحلقة كده، نظبط بس المكان عشان نظبط حتتنا. انا الصراحة في دماغي ان انا هدخل كيفنج صغير كده على قد الحلقة، عشان الحلقة اللي فاتت للأسف كنت قافل التعليقات مفتش تكلموني. فانا الصراحة فتح الفيديو ده عشان اعمل حاجات بسيطة. في حمارين اهو، كويس، اكرمكم الله. فممكن دلوقتي ندخل على كهف. ان شاء الله يكون عميق، بس لا، ده مش كهف للاسف. خلاص ده مش كهف، فبقى ايه؟ هتروح علامة اللي هو مش كهف. نروح ماشي. في اكيد في كهوف كتيرة جدا 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 حوالينا، وانا شفتهم وصورتها لكم اصلا. في كهف هنا بس في زومبي بالهبل وفي حوش بالهبل. اه، كيفنج ده غريب وحاسه كبير، و لو ركزت برضو، ولا ممكن يكون مش كبير. تعال نشوف. شموع، محتاجين شموع. تعال نروح اجيب الشموع، اصنع الشموع. محتاجين فحم وستيك. نحط دول هنا مثلا، مش هيكفوا بس خلينا معايا فحم احتياطي. فالأصل الصبح خلاص يعني الليل هيجي، فننام أحسن. تالت ليلة معانا في ماينكرافت، وإن شاء الله تكون بسيطة وسهلة. على موضوع الكيفنج عشان خايف شوية من الكيفنج، خايف أموت، بس إن شاء الله خير. نروح كيفنج تقريبا كبير، والله العظيم ما عارف، ممكن يكون صغير. اوكي تاكا. نروح نعمل بيكاكس عشان البيكاكس بتاعنا اتكسر. قولوا اي حاجه لو مش عاجباكم كسور كده، قولوا لي برضه في التعليقات. ان شاء الله انا قلت لكم افتحها باذن الله، افتحها في الحلقه دي. لو عايزين نعمل اي حاجه او نلعب لعبه تانية، عيون الاتنين والله. تعال نعمل شويه كده من الشموع، ونعمل باكسين عشان ايه شكلنا نطول في الكيفنج. نحط الفحم هنا بلاش، نحط الخشب معانا. ده ايه يا مصطفى؟ ده أرنب بس جديد، هذا شاف حطوه كبير جدا، شبه الفرخة. الحلقة اللي في أول أصلا شفنا أرانب، شفنا معظم الحيوانات، بس لسه في كذا حيوان. ايه كسرت حاجة، خدت وردة قدامي لون أبيض وحاجات
حاجات تانية بنستخدمها بيه. كسر الفحم ده ممكن مش تشوفوا شكله فحم كتير. ولو مش حابين اللي انا قدامكم كده اجمع وكده، تقولوا في الكومنتات برضو عشان ايه اعرف اللي انتوا حابينه ومش حابينه، عشان انا لازم ابسطكم في الحلقات عشان عشان تعجبكم الحلقة وتدوني اعجاب في الحلقة وتتفرجوا عليها ان شاء الله، والكل ان شاء الله يتفرج عليها وهو مبسوط. كسر الفحم او الكول بالانجليزي، يعني في الماينكرافت اسمها كول، اصلا كلها انجليزي ماينكرافت. لو مش عارف برضه حاجة في ماينكرافت، المبتدئ لسه في ماينكرافت يقول لي وانا اقول له كل حاجة. مش تخاف، انا عارف الحمد لله ماينكرافت كتير جدا، كنت بلعبها كتير الصراحة، مش اول مرة، بس اول مرة العب ماينكرافت الاصلية عشان بفلوس وكده، فاول مرة الصراحة اجربها. ولو عجبتكم حلقة ماينكرافت قولولي، ولو مش حابينها قولولي العب ايه تاني في في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. ده ممكن يكون كيفنج طفي فحم. اوكي، كسر الفحم. الفحم مهم جدا ان هو يعمل حاجات كتيرة جدا الفحم ده. ممكن هلكم بس ممكن نحرق شوية، بس مش فارقة، مش فارقة معاكي. الفحم ده ممكن نعمل فيه شوية حتى مثلا، ونطبخ فيه الأكل، ونطبخ فيه أو نسيح المعادن زي النحاس. نحاس جبنا نحاس وسيحناه في أيرون في البيت، المفروض يكون ساعة. احنا عايزين ايرون ليه؟ عشان في النحاس الحاجة الوحيدة اللي في الايرون مش موجودة في النحاس اللي هي الدرع نفسه، اللي هو الدرع. احنا دلوقتي هنروح البيت عشان ايه نصنع الدرع. يا مصطفى، انا بحاول قدر المستطاع ان انا مش هطول معاكم الحلقة، وانا عملت الحلقة دي عشان ارضاكم والله، عشان انا عايز اعمل كل يوم حلقة. بس المشكلة الكبيرة اللي انا ايه كنت مش فاتح التعليقات، فانا اسف والله، كنت عارف. خدنا الحمد لله ايرون، اول مرة ايرون يجيلنا. خشب هنا اهو، كنت اجيب خشب ونحطه بالشكل ده، ونحط ايرون هنا. عملنا الدرع، يا سلام على شكلنا، شكلنا عامل ازاي؟ ايه رأيكم يا جدعان؟ نمسك كده عشان يكون احسن. ده بيتنا ورانا اهو، ده شكلنا مع الدرع اللي لسه عملناه. فراخ هناك اهي، ف بنستكشف لسه في حاجات. انا متأكد في ايرون، انا عارف في ايرون ده. هنا في كيفن بس هدخل لو كبير ممكن نستكشف لو شفتوا اي حاجة قولي في التعليقات وانا مش خدت بالي منها، فحم او معدن او اي حاجة. فحم هناك اهو، ممكن نكسر حبة كده. انا ما شاء الله عندنا فحم كتير في البيت، بس الفحم مهم جدا زي ما انا قلت لكم. كسر فحم، بسم الله. اهم حاجة يا حبايبي الصلاة الصلاة الصلاة. انا لسه واخد بالي ليه مش قلتها في اول حلقة، فمعلش انا نسيت والله. كنت عايز اقولها كل حلقة اصلا، نسيت اقولها الحلقة اللي فاتت الاولى يعني. ف... فكنت اقول ان الصلاة دي اهم من اي فيديو في اليوتيوب او غير اليوتيوب.
اهم حاجة تصل بصلاتك. واي كل صلوات لو انت بتقدر كمان تصلي صلاة الفجر، يا سلام، ثواب كبير ما شاء الله. ويا رب تبقى عليك ربي ويحقق كل امنياتك اللي بيصلي. وادعي له من قلبي والله العظيم الناس اللي بتصلي الصلاة دي حلوة جدا جدا، في تكرار. يبقى فرقة حاجة في الدراع اللي ركزته ان هو حماني. انا شفت انا في سكيلتون. سكيلتون ده اكتر حاجة بكرهها. ليه؟ عشان بيضرب من بعيد. بس كده. كان شكله جميل جدا. لو وصلت في لسه فاتحين الفيديو، فياريت تضغطوا لايك وتشاهدوا الفيديو كله. طبعا بتعب في الفيديوهات دي دعمكم ليا، دي أهم حاجة في حياتي. بس الأهم بكتير أكيد الصلاة. تصلوا تعالى استمتع بالفيديوهات اللي أنا بعملها. هنا في كريبر زي خبطت بس عادي. تصرف فحم ده انتوا شايفين حاجة كده، انا شفتها برضو، مش تخافوا. اللي هو ده ده مهم جدا في الماينكرافت. فاس كتير جدا بتشوفه كشكل، بس انا من حلوة جدا في ده. هتشوفوها في الحلقات اللي جاية. ده مهم جدا 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 في الحلقات الابتدائية عشان استفاد منه كتير جدا. افتكروا الكلام ده وجاي ان شاء الله الحلقات اللي حط لحمة. معلش أنا متوتر والله. لما شفت الوحوش كنت والله العظيم كنت اقول لك بص، من الشكل الاولي تعرف ان مفيش حاجة خلاص. بس لما تكمل تلاقي ما شاء الله طويل، كهف طويل. بص طويل ازاي. ايرون كويس، حلو جدا. كريب، يا لهوي على الكريبر. فرق. انا عارف ان في ايرون للاسف ضاع مني، بس عادي، معلش. للأسف الشموع خلصت، بس لا كويس، في معنا خشب ممكن نعمل شموع كتير. نعمل 20 شمعة. شوف كده نعمل كام شمعة. ممكن نعمل اللي هو 64. الستاك دي يعني أقصى حاجة، أقصى ليميت تشيل. مش هنكمل كله كده. نكتر
سكت عشان والله العظيم مخضوض يا جدعان، اقسم بالله مخضوض. المكان ده خطير جدا. معاه 3 قلوب ونص. يا رب. مش عارف اعمل ايه والله. استنى اوروبا لما ترجع هتعمل ايه. الوردة بالمصيبة. اهم حاجة الطمع يا جدعان، لا وحش. بس والله مهتم، عايز اوريكم الحاجات. ممكن اطلع فوق بلاش انزل تحت. اطلع فوق مش انزل تحت. خلي تحت دي الحلقة اللي جاية. البيت يقولوا مكان البيت عامله فين. بس كده مش مجاني. واخيرا كده جدا جدا والله يا جدعان. اندر من دايما انت تشوفها تحدى بس مش في الكرويين. بس حاجة حلوة جدا. فصراحة انا اروح البيت، لازم اروح البيت. الحلقة دي جامدة جدا 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 والله يا جدعان. عايز اعرف انا فين. تقريبا انا تحت هنا، بيت فوق. انا في القصر كده جدا جدا. انا ركزت هنا في لاما ده فرق يعني هتفرقع. نروح ننام من عند اليوم نحط الحاجات اللي احنا ان شاء الله يا جدعان. حظنا حلو جدا، لقينا 2 ايمرالد. يا سلام يا سلام يا سلام. فانتوا تسألوا ليه انت ليه مش كسرت الايمرالد يا مصطفى. الايمرالد يا جدعان محتاج الايرون، اللي هو بيكاكس الايرون. كل حاجة محتاجة حاجة، فالصراحة اعمل بيكاكس ايرون عشان انا عايزه بجد. خليه ذكرى ليا لأول مرة هجيب ايمرالد. والله يا جدعان أول مرة هجيب ايمرالد، بس في غير الكرويين عشان اللي بيقولوا ممكن تجيبوا بكرويين عادي يا مصطفى. أنا عارف، بس غير الكرويين أنا عارف ليه تضرب ليه الشبك. بس الصراحة متحمس أوي إن أنا أروح عشان كده نسيت أعمل ناخد اللي هو بيطلعه ده ممكن نصنع فيه TNT أو قنابل. ركزتوا هناك برضو. هنا في نحل، استفاد منه في ايه؟ ان احنا نجيب منه العسل، والعسل يعني غير فايدته في الحقيقة يعني اكيد، بس مفيد برضو في اللعبة. ناخد الاميرالد. اول مرة في حياتي هجيب اميرالد كده. الحمد لله معاكم يا جدعان.
والله العظيم كنت فاكر الحلقات دي هتكون مملة، بس الحمد لله ربنا عوضكم بحلقة جميلة جدا جدا جدا. قلت لكم يا جدعان الحمد لله ربنا بيكرم الشخص. اداله من كده عشان الجرافيل كان ورا وقفل. المشكلة في الجرافيل ده لما يكون فوق البلوك اللي عايز تكسرها بينزل بقى ومستفز شوية ان هو مش معنى البلوكات دي بص بقى تنزل من غير الجرافيل. يلا نعمل ايه؟ نكسر دي. انا عارف ان الناس كتير جدا مشتركين ان شاء الله في اللعبة يقولوا يا مصطفى كنت ممكن تكسر اللي فوق وبس، فوق الحاجة اللي انت عايز تكسرها وتحط الشمع على طول كده، ان هو ايه مش عايز حاجة كتير هو يكسر لوحده. انا عارف الموضوع ده عارفه كويس جدا، بس صراحة مش عايز اخر الوقت. الحلقة هتكون شكلها طويل، مع ان والله العظيم كنت في دماغي اصلا ان انا ادخل بس جيمنج، فكرة بس صغير بس طلع جيمنج كبير من كتر كبره اللي هنعمل فيه حلقة تالتة بإذن الله. نرجع من نفس المكان اللي احنا، ده المكان ان شاء الله اللي احنا نستكشفه الحلقات اللي جاية، عشان والله مكان كبير وما شاء الله وما شاء الله. يعني شفت ايمرالد فوق، ايمرالد دايما يكون فوق مش تحت، دايما يعتبر مش دايما اوي بس بيكون نادر يكون تحت، بيكون فوق، غير الدايموند يعني بيكون تحت دايما. ناس كتير جدا بتقول مش ليش بيستخدم البيكاكس الايرون عشان هو اسرع وكده. والله العظيم انا فاهمك بس خايف ان هو يتكسر ويكون مش معايا ايرون ولا دايما جامد، فاهم؟ مش هقول لك بخل، والله العظيم بخل، بس مش عايز استخدمه الا في الحاجات الطارئة بس، عشان حاجة قيمة برضه، حاجة قيمة صعبة نجيبها. نطلع من المكان اللي احنا من اول مكان اصلا احنا دخلنا منه، نشوف بقى الحاجات اللي احنا جبناها في الحلقة الجميلة دي. جبنا الحمد لله هنا ايمرالد حبتين، ومعانا ما شاء الله جبنا فحم كتير لو انتوا ركزتوا، معانا ستاكين 9 حبات غير اللي استخدمناهم، وده جرافل الاصلي وجرافل الفلنت اللي بتطلع من الجرافل، وده باودر سكرين باودر اللي هو بنصنع فيه القنابل تي ان تي. ده اللي انا قلتلكم عليه اللي انا استخدمه مستحيل اسيبه. تشوفوا الحلقات اللي جايه. جبنا هنا بوم اسهم حلو، هنا اللحوم لحم الزومبي ده مفيد جدا على فكره، بس مش دلوقتي، لسه نشترمه. اهم حاجه نشترمه اي حاجه، عظم ده مفيد جدا برضو. تعالى دلوقتي نعمل نشوف في حاجه كده معلش. وكده الايرون اللي احنا جمعناه لحد الان، والفحم في فحم هنا برضو كويس جدا يا مصطفى. هات الخشب ده نعمل راسي عشان نعمل سيف و تغسلهم ما تتكسروا. حط ده هنا وحط ده عشان مش تضيع، عشان ده حاجة قيمة برضه مش هستخدمه كتير الصراحة، بس انتوا عايزين تستخدمه عادي والله العظيم عادي، بس انا ما بحبش استخدمه الصراحة. عشان ايه؟ مش زي ما قلت لكم حاجة قيمة برضه، ما بحبش استخدم حاجات القيمة على طول الا في حاجات الطوارئ. فبكده عملنا حاجات كتيرة جدا زي ما انتوا شفتوا في الحلقة دي، فبتمنى الحلقة دي تعجبكم وان شاء الله افتح القناة، افتح سوري التعليقات ان في القناة دي او في الحلقة دي، سوري انا مركز في القناة، في الحلقة دي عشان تكتبوا لي حاجات كتيرة جدا زي ما قلت لكم، احط بيتي فين ان شاء الله مستقبلي، و
اعمل ايه تاني في ماينكرافت، الحاجات زي المزارع مثلا، اي حاجة تقولوا لي في الكومنتات. انزل كيفنج حلقة جاية براحتكم زي ما انتوا عايزين. فبتمنى الحلقة دي تعجبكم. اذا عجبتكم ياريت تشوفوا الفيديو وتحطوا لايك او اعجاب في الفيديو. انا عارف طورت عليكم جدا 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 في الحلقة دي، بس الحلقة دي حلوة جدا احسن من الحلقة اللي فاتت الصراحة. احنا عملنا حاجات كتيرة جدا، من اهمها جبنا 2 ايمرالد، حاجة نادرة جدا. الحمد لله لقيناه في الحلقة دي. بتمنى الحلقة دي تعجبكم. فيلا مع السلامة.